واش عمرك تخيلتي بلي الحاسوب ديالك يقدر يشغل تشات جي بي تي كامل محليا؟ لا كلاود لا اي بي اي ولا حتى اشتراك شهري، كلشي خدام عندك في الحاسوب ديالك بلا ما تحتاج حتى شي كونيكشن. وهادشي ماشي خيال علمي، هادشي وقع فعلا في كومبيوتكس 2026. جانسون وانغ طلع للمنصه واعلن على حاجه اللي ممكن تبدل مفهوم الحاسوب الشخصي بالكامل واللي سميتها ار تي اكس سبارك. ومن اللحظه اللي شفت فيها الارقام والمواصفات ديال هاد الشريحه قلت هاد الموضوع خصو يوصل للناس كتر، حيت ماشي غير تشيب عاديه اسرع من اللي قبل منها، وانما طريقه كتحاول انفيديا تبدل بها التعامل ديالنا مع الحواسيب الشخصيه. باش نفهموا ار تي اكس سبارك مزيان خصنا نرجعوا ل 2022 من بعد ما اوبن اي اي خرجت تشات جي بي تي. العالم كامل ولا مهووس بالذكاء الاصطناعي، ديبسيك، جوجل، انثروبيك وميتا، كل شيء داخل في سباق لا نهايه له، وكل شركه باغيه تكون هي الاقوى. ولكن فين كانوا كيخدموا هاد الاي اي مودلز كاملين؟ في الكلاود، او بالاحرى في السيرفرات العملاقه ديال هاد الشركات. ملي كتسول تشات جي بي تي شي سؤال، السؤال ديالك كيدوز عبر الانترنت، كيوصل للسيرفرات ديال اوبن اي اي، الموديل كيعالجو ومن بعد كيرجع لك الجواب. وهنا بداو المستخدمين كيتسائلوا واش ممكن الذكاء الاصطناعي يخدم محليا عندك في الجهاز ديالك بلا ما يحتاج الانترنت. المشكل كان ديما هو باش تشغل الموديل قويه محليا خاصك هاردوير قوي بزاف، فيرام كثيره وامكانيات كبيره، وهادشي كان كيعني يا اما ديسكتوب ضخم وغالي يا اما اداء محدود على الاجهزه العاديه. وهنا دخلت انفيديا على الخط وخرجت لنا ار تي اكس سبارك. RTX Spark هو SoC أو System on Chip، بمعنى أن السي بي يو، الجي بي يو وحتى الوحدة ديال الذكاء الاصطناعي كاملين مجموعين في تشيب وحدة. عوض ما يكون عندك معالج انتل بوحدو وكارت جرافيك انفيديا بوحدة، كلشي كيولي مدمج في تشيب وحدة متكاملة. هاد الفلسفة هي نفسها اللي تبناتها أبل في 2020 ملي خرجت الام 1، وكانت فعلا ثورة في العالم ديال الحواسيب. ودابا انفيديا كتحاول دير نفس الفكرة ولكن بالتقنيات والنظام البيئي ديالها. RTX Spark مبنية على جريس سي بي يو، وهو معالج ARM صممته انفيديا خصيصا لهذا الغرض. وارم كتعني كفاءة اعلى، استهلاك اقل للطاقة وحرارة اقل، ومن جهة اخرى عمر بطارية اطول. وعندنا ايضا البلاكويل جي بي يو، نفس المعمارية اللي مبنية عليها RTX 5090، اقوى جي بي يو استهلاكي في العالم حاليا. وزيد عليهم حتى التنسور كورز المتخصصة في الاي اي بروسيسين. ولكن الجزء الاهم في هذه القصة كاملة هو الكودا ايكو سيستم. تقريبا اي موديل قوية في الذكاء الاصطناعي مكتوبة او محسنة باش تخدم بكودا، ومن الباي تورش حتى للتنسور فلو. اغلب الادوات المهمة في العالم ديال الماشين ليرنين مبنية على هذا الايكو سيستم. هذا النظام البيئي العملاق اللي تبنى على مدى اكثر من 15 عام، دابا ار تي اكس سبارك كتجيبو مباشرة لللابتوبس والميني بيسيز. وهذه النقطة بوحدها ممكن تكون اقوى ورقة رابحة عند انفيديا ضد اي منافس. دابا خلينا نهضروا بالارقام. ار تي اكس سبارك كتقدر توصل حتى ل 20 ارم سي بي يو كورس، وهادشي كيعني انه حتى الا كان اي اي موديل خدامه في الخلفيه، النظام غيبقى سريع وسلس. ومن ناحيه الرسوميات كاينين 6144 بلاكويل جي بي يو كورس، صحيح اقل من ار تي اكس 5090، ولكن خصنا نتذكروا بلي هاد الكورس كاملين داخلين في اس او سي صغيره ومندمجه، ماشي في كارت ضخمه كتشد النص ديال الكيس وكتستهلك مئات الواتس. ومعاه حتى البيتا فلوب 1 ديال اي اي بيرفورمانس، يعني 1000 تريليون عمليه في الثانيه، رقم اللي كان قبل سنوات قليله مخصص فقط للداتا سنترز العملاقه واللي كتحتاج غرف كامله وانظمه تبريد متطوره. ودابا انفيديا كتقول بلي هذه القدره ممكن تلقاها في لابتوب كيوزن 2 كيلو تقريبا. ولكن الرقم اللي فعلا خلى الناس كاملين مهووسين بهذا الاختراع هو 128 جيجا يونيفايد ميموري، 128 جيجا من الذاكره المشتركه والمدمجه. وباش تستوعب شحال هذا الرقم كبير، ار تي اكس 5090 اللي هي اقوى جي بي يو استهلاكيه في العالم والثمن ديالها اللي كيوصل لحوالي 2000 دولار، عندها فقط 32 جيجا في رام. وهذه النقطه بالذات كتفرق بزاف ملي كنهضروا على الاي اي. علاش؟ حيت في الاجهزه التقليديه السي بي يو عنده رام ديالو والجي بي يو عندها الفي رام ديالها، وكل واحده منفصله على الاخرى. وملي كتخدم الاي اي موديل البيانات خاصها تبقى تنتقل بيناتهم، وهذا التنقل كيضيع الوقت وكيزيد في الليتنسي. اما مع اليونيفايد ميموري كلشي كيتشارك نفس الذاكره بلا حواجز وبلا تنقلات معقده، وهذا هو نفس النهج اللي خلى الابل سيليكون تبهر العالم بالاداء ديالها. اذا كنتي متابع مجال الذكاء الاصطناعي اكيد لاحظتي باللي بزاف ديال المطورين بداو كيتجهوا للماك بوك برو. علاش؟ بسبب اليونيفايد ميموري، الباتري لايف والافيشنسي. الابل ام 4 ماكس مثلا كتوصل حتى ل 128 جيجا يونيفايد ميموري، والماك بوك برو كتقدر تخدم ما بين 15 و 20 ساعه بالبطاريه، وكل شيء متكامل ومصقول بشكل ممتاز. ولكن المشكل اللي كان ديما عند ابل هو ان اغلب ادوات ومكتبات الذكاء الاصطناعي مبنيه على كودا، وملي كيجيو للماك يشتغلوا باستعمال ميتال ديال ابل، وهادشي في بعض الحالات كيخلي الاداء اقل مقارنه مع لونفيرونمون ديال انفيديا.
ومع RTX Spark هذا المشكل كيختفي نهائيا، حيت اي تول مبنيه على كودا كتخدم بشكل طبيعي وبكامل الاستفاده من النظام البيئي ديال انفيديا. وهذه الحاجه بوحدها ممكن تخلي عدد كبير من مطورين الاي اي يفكروا يبدلوا المنصه اللي خدامين عليها. انا شخصيا كنشوف بلي RTX Spark هو من اهم الاعلانات اللي دارت انفيديا في السنوات الاخيره، ماشي حيت هو اقوى تشيب، ولكن حيت كيمثل تغيير كامل في الفلسفه ديال تشغيل الحواسيب الشخصيه، من حاسوب كيشغل برامج الى حاسوب كيعاونك كاي اي بارتنر، ومن انفيديا كتبيع جي بي يو الى انفيديا كتبيع الحاسوب كامل. وفيما يخص البرايفسي، البيانات ديالك كلها كتبقى عندك محليا وما كتمشي عند حتى شي جهه اخرى، وما محتاج حتى شي اشتراك شهري باش تستفاد من القدرات ديال الذكاء الاصطناعي. صحيح مازال بكري باش نحكموا بشكل نهائي وما شفناش بزاف ديال الاختبارات المستقله، ولكن الرؤيه واضحه. الا نجحت هاد الفكره ممكن بعد 5 سنين فقط فكره انك خاصك كلاود باش تستعمل اي اي غدي موضه وغتولي قديمه بزاف. ولهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. الى عجبكم خليو لنا لايك، سبسكرايب، وشاركونا الاراء ديالكم في الكومنتس. ما تنساوش تدخلوا لسيرفر ديسكورد، الرابط فحال ديما في صندوق الوصف. هذا كان فيديو اليوم، كان معكم مندبه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.